أهلا بكل عشاق المتعة والإثارة. زي ما وعدتكم إن شاء الله بإذن الله بعد انتهاء الجولة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية هنعمل كده حلقة صغيرة عن ملخص البطولتين وموقف الفرق بعد الجولة الثالثة في دور المجموعات. يعني نص المجموعة بالظبط اتلعب 3 ماتشات لكل فرقة. نبتدي بدوري أبطال أفريقيا. في المجموعة الأولى نهضة بركان بيتعادل مع بيراميدز 0-0، وباور ديناموس بيتعادل مع ريفرز يونايتد برضه 0-0. يعني المجموعة ديت شبه محسومة نهائيا، نهضة بركان وبيراميدز المنافسة ما بينهم على مين أول ومين تاني. اللي هيقدر يحسم المواجهة اللي جاية في القاهرة في أرض بيراميدز هو اللي هياخد الأول، والتاني هياخد المركز التاني. يا اما لو اتعادلوا هتبقى بفرق الاهداف على حسب بقى هيجيبوا في ريفرز يونايتد وباور ديناموس مين هيجيب فيهم اجوان اكتر. يعني انما باورز يونايتد وباور ديناموس دول، ريفرز يونايتد وباور ديناموس يعني ملهمش فرصة في المجموعة ديت نهائي، شبه محسومة لبركان وبيراميدز. ده موقف المجموعة الأولى من أسهل المجموعات بصراحة. بيراميدز يعتبر ضامن التأهل سواء أول أو تاني على حسب نتيجته مع نهضة بركان، وعلى حسب هيجيب كام جون في ريفرز يونايتد وباور ديناموس. في المجموعة التانية فيها منافسة شرسة جدا على المركز التاني، لأن الأهلي محتل المركز الأول ب7 نقط بعد فوزه على يانج أفريكانز 2-0 في استاد القاهرة. أما شبيبة القبائل والجيش الملكي اتعادلوا 0-0 علشان الاتنين يتساووا في عدد النقط بنقطتين لكل منهم. فكده ترتيب المجموعة: الأهلي في المركز الأول 7 نقط، يانج أفريكانز 4 نقط بينافس على التأهل، الجيش الملكي وشبيبة القبائل كل منهم نقطتين وبرضه بينافسوا على التأهل بقوة مع يانج أفريكانز. إن شاء الله بإذن الله الأهلي يضمن الصعود على صدارة هذه المجموعة وما يكونش عنده مشكلة فيها بإذن الله. أما في المجموعة الثالثة، مجموعة برضو يعني المنافسة فيها أعتقد مش قوية قوي. في نادي اللي هو الكونغولي اللي اسمه سانت إلوي لوبوبو، يعني ده عايز يعمل مفاجأة في البطولة أو يعمل أي نتائج لخبطة كده. هو كسب مولودية الجزائر 1-0. طبعا مولودية الجزائر في البطولة ديت يعني بصراحة متعثر بطريقة صعبة جدا. وصن داونز اتعادل مع الهلال 2-2 في ماتش قوي وكان جامد جدا. طبعا حصل فيه موقف طريف جدا. لاعب الهلال نزل في الدقيقة 88 علشان يأمن النتيجة، اتطرد في الدقيقة 89، ما كملش دقيقة في الملعب وخرج اتطرد على طول لاعب الهلال. يعني يا ريته ما نزل، كان قاعد على الدكة أحسن. ففي الاخر سان داونز اتعادل مع الهلال 2-2 في بريتوريا في جنوب افريقيا، وطبعا نتيجة مميزة جدا. الهلال بصراحة رغم السودان والظروف اللي بيعانيها يعني ربنا يوفقهم ويعينهم، عاملين فرقة كويسة وعاملين نتائج كويسة. متساويين مع سان داونز في صدارة المجموعة ولكل منهم 5 نقط. اما سانت إلوي لوبوبو كان نقطة واحدة طبعا، ولكن فوزه على مولودية الجزائر اداله الافضلية وبقى عنده 4 نقط دلوقتي عشان ينافس مع الهلال وصن داونز على الصعود. ولو اني ما اعتقدش ان هو هينافس، يعني صن داونز والهلال قادرين يحسموا المجموعة ديت ان شاء الله بإذن الله. ومولودية الجزائر اللي بيعاني في البطولة ديت برصيد نقطة واحدة بس بيتزيل المجموعة. اما المجموعة الرابعة اللي فيها الترجي اللي كسب سيمبا 1-0 في تونس، معاهم كمان استاد مالي وبيترو اتلتيكو الانجولي، واستاد مالي قدر يكسب بيترو اتلتيكو 2-0. ترتيب المجموعة ديت: استاد مالي على صدارة المجموعة في مفاجأة بصراحة بالنسبة لي ب7 نقط على حساب الترجي اللي بيحتل المركز الثاني برصيد 5 نقط. اما بيترو اتلتيكو بيحتل المركز اللي خسر من استاد مالي ولكنه كان جمع 4 نقط في الماتشين الاولانيين، فبرضه بينافس مع الترجي على التأهل. وسيمبا التنزاني ب0 من النقاط، خسر ال3 ماتشات بتوعه بصراحة. يعني يانج افريكانز عامل شغل كويس جدا في المجموعة التانية، اما سيمبا التنزاني واقع السنة دي. يعني الفرق التنزانية كانت بتنافس في دوري ابطال افريقيا بصورة افضل من كده، ولكن سيمبا السنة دي مش هو بتاع كل سنة. فسيمبا في آخر المجموعة بلا رصيد من النقاط. ده ترتيب مجموعات أو ملخص ماتشات ومجموعات دوري أبطال أفريقيا.
أما في الكونفدرالية فعندنا في المجموعة الأولى سان بيدرو مع اتغلب من أولمبيك أسفي 2-1، واتحاد العاصمة كسب دجوليبة المالي 2-0. علشان اتحاد العاصمة بعد الفوز دوت يكون كسب ال3 ماتشات بتوعه، يتصدر المجموعة ب3 نقط. مبروك لولاد الجزائر مشجعي اتحاد العاصمة. بعديه أولمبيك أسفي اللي كسب بره أرضه فوز على سان بيدرو، اداله 6 نقط، كسب الماتشين وخسر ماتش اتحاد العاصمة بس. أما سان بيدرو 3 نقط، ودجوليبة بلا رصيد من النقاط في ذيل المجموعة. في المجموعة الثانية معانا الوداد المغربي، فرقة مغربية عربية بتنافس، وبرضو الوداد كسب ال3 ماتشات بتوعه، كسب منياما يونيون 1-0، ونيروبي يونايتد خسر من عزام يونايتد 2-1. يعني مجموعة سهلة جدا لنادي الوداد من منياما يونيون وعزام يونايتد ونيروبي يونايتد، فرق يعني كلها الوداد هيقدر ان شاء الله بإذن الله يتأهل بسهولة عن المجموعة ديت، وبيحتل الصدارة ب9 نقط. بعديه منياما يونيون 3 نقط، وعزام يونايتد بينافسوا ب3 نقط، ونيروبي في المؤخرة بلا رصيد من النقاط. فطبعا الوداد يعني متأهل كده كده في المجموعة ديت بكل سهولة. المجموعة الثالثة عندنا برضو فريق عربي وهو شباب بلوزداد، اخواتنا الجزائريين برضو، بيلاعب ستيلنبوش الجنوب افريقي اللي طلع الزمالك السنة اللي فاتت. كسب شباب بلوزداد نادي ستيلنبوش 2-0 في الجزائر. وفي نادي اسمه سنجيدا بلاك ستارز، ده كسب نادي اسمه اوتوهو دويو ده. فنادي سنجيدا كسب 1-0. يعني فرق كلها يعني بتهيألي ستيلنبوش وشباب بلوزداد هم اشهرهم. يعني ستيلنبوش سمعنا عنه السنة اللي فاتت، هنشوفوا السنة دي هيعمل ايه. هو السنة دي في المركز الثاني ب4 نقاط بعد شباب بلوزداد اللي بيتصدر ب6 نقاط. اما سنجيدا بلاك ستارز برضو في المركز الثالث ب4 نقاط متساوي مع ستيلنبوش، واوتوهو دويو دوت 3 نقاط في المؤخرة. يعني مجموعة متشابكة بصراحة، 6-4-4-3، كل الفرص فيها متاحة، ولكن شباب بلوزداد يقدر يحسمها بإذن الله ويتأهل منها بسهولة. المجموعة الرابعة اللي فيها بقى الزمالك والمصري. الزمالك والمصري اتعادلوا 0-0، وكايزر تشيفز قدر يكسب زيسكو الزامبي 1-0 في زامبيا، وبيهدد الزمالك وبيقرب من الزمالك. المصري متصدر ب7 نقط، الزمالك في المركز الثاني 5 نقط، كايزر تشيفز جنوب افريقي 4 نقط، وزيسكو الزامبي ب0 من النقاط. اعتقد برضو يعني المجموعة ديت ان شاء الله باذن الله المصري والزمالك يقدروا يحسموها بكل سهولة، بغض النظر عن نتيجتهم مع بعض. الماتش اللي جاي هيلعبوا تاني الماتش اللي جاي مع بعض، المصري 7 والزمالك 5 ايا كانت نتيجتهم، ولكن الاتنين هيقدروا يفوزوا على كايزر تشيفز وزيسكو الزامبي الماتشين اللي جايين ان شاء الله باذن الله، ويصعد الزمالك والمصري مع بعض للدور الثاني. الزمالك هيقدر يكسب كايزر تشيفز ان شاء الله في القاهره، مفيش مشكله، مش هيلاقي صعوبه في الموضوع دوت. ولكن لو ما قدرش ان هو يكسب كايزر تشيفز يعني هيبقى في صعوبه، وهو هيبقى عقرب الدنيا على نفسه. يعني في الماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله ما يقدرش، يعني يقدر يكسبه وما يعقربش الدنيا. بس زي ما بقول لكم انا شايف ان هو مش هيبقى عنده مشكله ان هو يكسب كايزر وزيسكو. كايزر هيبقى في القاهره اخر ماتش، وزيسكو هيبقى بره في زامبيا الماتش اللي قبل الاخير. هيقدر يكسبهم الاثنين مفيش مشكله ويصعد، ولكن الزمالك هيعاني بقى بعد كده لما يصعد للدور الثاني. فديت موقف المجموعات بتاعتنا ونتائج المباريات في الجولة الثالثة. ده ملخص سريع كده، حبيت تبقوا انتوا على طول ابديتد بكل النتائج وترتيب المجموعات، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق لكل الفرق المصرية في الكونفدرالية ودوري ابطال افريقيا والدول العربية باذن الله، والى اللقاء.